ماما النهاردة وانا راجع من المدرسة شفت واحد صاحبي بيعيط لانه باباه مريض جدا، وسألني ليه ربنا بيعمل فينا كده، وانا معرفتش ارد عليه. هو فعلا ليه ربنا بيمتحننا يا ماما؟ ليه بيخلينا نزعل او نتعب؟ مش هو بيحبنا؟ سؤال جميل قوي يا حمودي، وربنا فعلا بيحب اللي بيسأل ويفكر. بص يا حبيبي، ربنا لما بيبتلي الناس مش علشان بيكرههم، بالعكس علشان يقربهم منه. عارف الآية اللي بتقولك بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني ربنا بيبتلينا علشان يختبرنا بشوية حاجات، وجع، خوف، خسارة، تعب، بس بعدها يا حبيبي بيبقى فيه بشارة للصابرين. بس ماما هو مش ممكن ربنا يمنع كل ده من الأول؟ يعني يخلي الناس كلها مبسوطة ومفيش أمراض ولا حزن. تخيل كده يا حمودي، لو محدش في الدنيا تعب أبدا، هنعرف يعني ايه شكر؟ هنحس باللي محتاجين الرحمة، هنفكر في ربنا ونقوله يا رب اشفينا. الاختبار هو اللي بيورينا احنا قد ايه محتاجين ربنا، ومن غير اختبار مش هنتعلم الصبر ولا الرحمة ولا الإيمان الحقيقي. يعني ربنا بيمتحني بيكون بيحبني؟ طبعا يا حمودي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه. يعني لما ربنا يحب إنسان بيختبره علشان يرفعه عنده ويكفر عنه ذنوب، زي الطالب الشاطر اللي المدرس بيعمل له امتحان صعب جدا علشان يشوفه هيطلع الأول ولا لأ. طب لو حد تعب قوي ومات، مش يبقى كده خسر يا ماما؟ لا يا حبيبي، الموت عمره ما كان خسارة، ده انتقال لمكان أجمل بكتير. اللي صبر في الدنيا ربنا بيكرمه في الآخر. الجنة مش ببلاش يا حمود، لازم شوية تعب واختبارات علشان نثبت إننا مؤمنين فعلا. يعني صاحبي لو صبر وربنا شاف أبوه ياخد أجر، ولو ربنا ما شافهوش برضه ياخد أجر؟ في كل الحالات هو كسبان. لو صبر ربنا هيديله حسنات كتير، ولو تعب قوي ومات يبقى ربنا اختار له الرحمة يا حبيب، هيكون في مكان أحسن بكتير عند ربنا. كل حاجة عند ربنا بحكمة. أنا كنت فاكر ربنا بيعاقبنا لما بنتعب، بس دلوقتي فهمت إنه بيمتحننا علشان يشوف احنا هنصبر ولا لا. صح يا حبيبي، وربنا عمره ما بيظلم حد، هو أرحم بينا من نفسنا، وكل حاجة بيكتبها لنا فيها خير حتى لو احنا مش شايفين الخير دلوقتي. لما يحصل لك موقف تاني صعب قول في قلبك أكيد ربنا كاتب لي خير حتى لو أنا مش شايفه دلوقتي. انا اقول يا ماما كل مرة اتعب فيها، واقول كمان لصاحبي ان ربنا بيحبه عشان كده بيختبره. برافو عليك يا حمودي. ما تنسوش يا اصحابي تشيروا الفيديو لاصحاب وتعملوا لايك واشتراك، فعلوا الجرس علشان اصحابنا يستفيدوا ونتجمع كلنا في حب ربنا.